شبيبة القبائل بالفوز لأنه تعثرات في ميدانها خاصة 3 تعثرات أمام فرق يعني كانت لا بأس بها. نظن أنه خاصة في هذا الديربي القبائلي يعني الشبيبة كانت مجبرة على النقاط 3 لأنه نظن أنه أي تعثر راح يزيد يأثر معنويا على لاعبين الشبيبة. نظن أن المباراة في حد ذاتها يوسف كانت شيقة في الشوط الثاني يعني 20 دقيقة الأولى أين شاهدنا يعني بعض المحاولات لكلا الفريقين. نظن أنه الشبيبة كانت لها فرص خاصة في الشوط الأول في الدقائق الأولى عن طريق مترف وكذلك اللاعب حنيفي. نظن أنه ما استغلتهمش. بعد الدخول في الشوط الثاني يعني المدرب إيغيل كان أعطاه تعليمات ورجع اللاعب حنيفي في وسط هجوم الشبيبة يعطي بثماره، وعن طريق ضربة عرضية من لاعب حماني نشوف اللاعب حنيفي. هاي اللقطة يوسف شوف هذيك كيفاش يوقف الكرة. هنا سيدريك ما خرجش في الوقت المناسب، ما خرجش وكذلك اللاعب حنيفي كيفاش وقف الكرة يعني ضحى في اتجاه المرمى يعني عرف كيفاش يستغل. هنا ربما راح نتوقف معك فقط قبل ما نروح للإحصائيات مصطفى. ما زلنا نشوف تصرفات مثل هذه، ينزع القميص مباشرة بعد تسجيل هدف، وهذا الشيء كلفهم أنه يخرج حنيفي في البطاقة الثانية البطاقة الصفراء. كانت قادرة كذلك شبيب جاية يعني ب10 لاعبين للشبيبة، كانت قادرة شبيبة أن تعود. شوف هذه اللقطة هذه كانت قادرة تعود في النتيجة. هذا بعد دخول يابان في الشوط الثاني. نعم كانت قادرة الشبيبة أن تعود في النتيجة، لكن تصرف حنيفي نظن أنه يعني كانت الفرحة ما عرفش كيفاش يقولوا احنا يجيري الفرحة.